السلام عليكم الناس ديال زينة ستوريا. انا رجعت لكم بقصه جديده اللي غادي نعيشوا فيها مع بعضياتنا. قصه ديال واحد السيده اللي عاودتها ليا هي شخصيا. كانت كتحس براسها عايشه في الامان وكتشوف راجلها هو كل شيء، حتى النهار اكتشفت وجه اخر، وجه ما عمرها تخيلت تشوفه فيه. كتبوا ليها في التعاليق شنو تنصحوا هاد السيده دير، واش تسامح واش تمشي في حالها. رايكم كيهمنا بزاف. اذا على بركه الله نبداو القصه. كنت كنعيش حياة بسيطة ولكنها كانت عامرة بالحب والطمأنينة. راجلي كان هو السند ديالي، الصديق ديالي، والإنسان اللي كنت كنحلم نكمل معاه العمر. تزوجنا وعشنا سنوات مزيانة، كنا كنضحكوا كنحلموا بمستقبل زوين مع بعضياتنا. كانت حياتنا عادية بحال بزاف ديال الأزواج، ولكن كانت عامرة بالحب اللي كان تيغمرني من كل جهة. كنت كنفيق كل صباح، كان صايب لي فطورو تيقول لي صباح الخير عمري، وكنحس براسي محظوظة. كلشي كان كيدور على خير، حتى ولا كيبان لي ان كل حاجه غادي تبقى مستقره. كنشارك معاه افراحي واحزاني، وكنت كنحس انه دائما واقف معايا في كل لحظه، حتى في اصعب الاوقات. كنت كنلقى الدعم ديالو وكنحس بالامان. كنت كنخطط لمستقبلنا، وكنت كنحلم باليوم اللي غادي نكبروا فيه مع بعضياتنا ونشوفوا ولادنا كيفاش تيكبروا. ومع ذلك ومع مرور الوقت بديت كنلاحظ تغييرات بسيطه اللي ما كنتش باغا نشوفها في البدايه. كان كيرجع للدار معطل بلا سبب واضح، وكان كيخلي تليفونه ديما مسدود ومخبي. بدا كيولي بعيد عليا، وطريقه ديال كلامه كتبدل، وكان كيتصرف بطريقه ما كنتش عارفه كيفاش نفسرها. كنت كنحاول نعطيه فرصه، وكنقول مع راسي يمكن الضغط ديال الخدمه ولا العيا. واحد النهار كنت كنقاد الكوزينه، وقبل ما يجي ينعس لقيت التليفون ديالو على الطبله مفتوح. بالفضول اللي فيا شديت التليفون وبديت كنقلب في لي ميساج. وقفت على رساله كتخلي القلب يوقف. كانت شي كلمات اللي ديال الحب والغرام، ما عندها حتى علاقه بالصداقه ولا العمل. الاسم اللي كان متكرر هو سامي، وكنت كنقرا كلمات بحال بغيتك بجنبي، وكل لحظه معاك كنعيش حلم ما كنتش كنحلم به. تحكمت في راسي وفي الدموع ديالي. ما قدرتش نواجهه، وفي نفس الوقت ما قدرتش ندوي. ولكن كانت بدايه النهايه ديال الثقه اللي بنيتها معاه. كانت بداية رحلة طويلة ديال الألم، البحث والشك اللي ما خلاهاش ترتاح. هاد اللحظة كانت بداية الحقيقة اللي غادي تغير حياتي كلها. من بعد ديك الليلة اللي قلبت حياتي بقيت ساكتة، ما واجهتوش، ما غوتش، ما بكيتش قدامه، ولكن الداخل ديالي كان كيغلي. من داك النهار وانا كنراقبه، هدرت ومشيت وتليفونه حتى الطريقة اللي كينعس بها تبدلات. كنت ساكته ولكن كنسج في صمت واحد الخطه. فاش كيخرج كيسد التليفون بكود، وانا كنقول مع راسي نورمالمون اللي ما خايفش علاش كيسد التليفون بالكود. واحد الصباح دخل الدوش وانا سمع التليفون ديالو كيصوني. مشيت بالزربه قبل ما يخرج وكان باقي مفتوح ما سدوش. دخلت الواتساب ومشيت قصت لا كونفرساسيون اللي بينه وبين سامي. الاسم كان مستعار ولكن طريقه الكلام واضحه. اللي قدامي ميساجات مع وحده تتكلم مع راجلي باللغه ديال الحب والغيره والاشتياق. فين مشيتي البارح؟ بكيت مني مشيتي بلا ما تعيط ليا. بغيت نكون معاك اليوم واخا غير ساعه. هادو هو الميساجات اللي كنلقى. ايديا بداو كيترعدوا. بديت ندوز في التصاور حتى لقيت وحده تصويره ديال يدين شادين. اليد اللي في اليمين عارفاها حافظاها، هذيك يد راجلي. سديت التليفون وخرج من الدوش، درت راسي ناعسه. جا وقف فوق راسي قال لي واش نعستي؟ قلت لي غمضت شويه. هو مشى يكمل نهار كأن حتى حاجه ما وقعت. نهار ولا نهار وانا كنراقب بصمت. فاش كيهز التليفون والبالكون كنخرج من الجهه الاخرى اللي فيها الشرجم وكنسمع. واحد المره سمعتو قال لها ما تبقيش تعاودي لي على مراتي، راه ما بقاتش كتهمني، كنبغيك نتيا. ملي سمعتها ركبيه ما هزونيش. قررت نمشي نعرف شكون هاد سامي اللي قلب حياتي. مشيت نطلب مساعده من صاحبتي نزهه، وراتني واحد لابليكاسيون اللي نقدر ندخلها للتليفون ونعرف هذيك النبره بسميت شكون. لقيت ان ديك السميه ديال سامي مربوط بواحد، ديك النمره اللي هو مسميها سامي مربوط بواحد السميه سميتها سميره. خديت النمره وقلبت في الانستغرام والفيسبوك، لقيتها سميره الحلو. ووقتها حسيت اول مره انني ماشي مجنونه، انا كنت عارفه شنو كندير. خديت صورتها من فيسبوك وصيفطتها لصاحبتي ناديه اللي كتكون قريبه من الخدمه ديالو، وقلت لها شوفي الا شفتي هاد البنت قوليها ليا.
ما كملات حتى سيمانه عيطات ليا قالت لي شوفي راه شفتهم خارجين من الخدمه تيضحكوا تيسلم عليها. ما قدرتش نواجهه مباشره، قلت خاصني نجمع شي دليل قوي، شي حاجه ما يقدرش ينكرها، ماشي مجرد شك ولا لقطه في قهوه. بغيت نحط الادله قدامه بالصوت والصوره وبالهضره. تفكرت باللي واحد النهار في البيسي بورطابل اللي عندنا في الدار كان كيدخل بالجيميل ديالو باش يخوي منه التليفون. مشيت هزيت البيسي بورطابل، دخلت لجوجل كروم وانا نلقى بلي باقي داك الجيميل كاين تمايا. الوغ دخلت لجوجل فوتو اللي مرتبط بحسابه اللي كاين في التليفون، وفعلا كان باقي فيه التصاور. قلبت وانا خايفه، وفجاه لقطه سيلفي قديمه هو وسط السياره وهي لاصقه فيه، ولكن ماشي غير الصوره، كان حتى شي فيديو فيه شي 7 ثواني. اللحظه وقفت، تجمدت، حتى التنفس ما بقاش كيخرج. كنت غادي نطيح، ولكن عقلي كان كيتصرف بوحده. جمعت التصاور، الفيديو ما كانوش بزاف، وحتى دي فويس نوت ديالهم، وحطيته في تليفوني. ملي دخل الدار ودار فيها كانه ملك الطمانينه، سولته قلت لي كيف كانت خدمتك؟ قال لي عاديه، على بريسيون صافي. جاوبته وانا كنصيفط ليه ميساج في واتساب، قلت لي هذه هديه صغيره. شافت التصاور، فتحهم وحطيت جنبو التليفون ومشيت. وجهه ولا احمر، الصوت كيخرج منه مخنوق. شنو هذا؟ منين جبتي هذا الشيء؟ جاوبته انا واقفه ودموعي في عينيا. من جيميل ديالك، من تصاورك، من حياتك اللي كلها كذوب. بقى ساكت، ما بقى عنده ما يتقال. انا مشيت كنجري، دخلت للبيت وسديت عليا الباب. بكيت بزاف، ولكن كانت الدموع نقاوه. لاول مره ما بقاش عندي شك، والاول مره حسيت انه ما بقاش يستاهل حتى دوك الدموع. كنت عارفه انه ما بقاش بزاف باش تكمل حكايتي انا وياه، ولكن كانت بدايه جديده ليا انايا، وانا اللي غادي نكتبها. من بعد ما شفت التصاور والفيديوهات والميساجات سكت. كنت كنظن غادي يعتذر ولا ينهار يشرح ليا، ولكن بقى دار بالطم، وماشي ساكت بحال نادم، لا، ساكت بحال باغي ينفجر عليا. وفجاه وقف ويغوت عليا. شنو بغيتي دابا؟ مالك تقلبلتي عليا بحال شي محقق؟ بقيت كنشوف فيه مصدومه، ما فهمتش شكون خاصو يغضب، انا ولا هو. جاوبته غير بشويه، بغيت نعرف علاش. ما خلانيش تنكمل الجمله. قال لي حيت ما بقاتش حياه معاك، حيت كل نهار كنحس براسي في حبس، ما كاين غير النكد واللوم. قرب ليا وعاود غوت عليا. ماشي ديما الراجل هو اللي كيغلط، مرات المراه كتخنق راجلها حتى كيهرب. بقيت كنسمع قلبي كيتشتت ليا. قلت ليه يعني خيانتك مبرره؟ يعني انا السبب في هذا الشيء اللي ما درتوش؟ جاوبني وهو كيهز عليا في يديه. انا ما درتش شي جريمه، بغيت غير نتنفس شويه، ولكن انت بغيتي ديريني مجرم. ضحك ديك الضحكه الخاويه. كنت كنبكي على راجل، وطلعت كنبكي على واحد ما كيعرف حتى يكون راجل. هي تشدو السخونيه ومشى دخل البيت ويسد الباب بالجهد. بقيت بوحدي في الصالون كنسمع التهراس ديال قلبي، وصوت الباب مازال كيطن في ودنيا. ما كنتش عارفه واش نبكي ولا نفرح، حيت في هاد اللحظه الضباب تقطع وبانت لي الحقيقه. ماشي غير هو اللي خانني، هو ما بغاش يتحمل مسؤوليه الخطا ديالو. في الصباح فقط لقيته مشى دار فطور ديالو وخرج. مشيت لعند ناديه صاحبتي، جلست معاها وحاولت ليها كلشي. هي تقول لي ما تبقيش تضربي راسك في الحيط، وهو اختار وانتي دابا خاصك تختاري. قلت لها بغيت غير نخرج من هذا الشيء مرفوعه الراس، بلا فضيحه بلا ندم. رجعت للدار، ومن بعد شويه جا ميساج في واتساب من واحد الرقم ما كنعرفوش. فتحته، كانت الصوره ديالي انا وياه في العيد ميلاد ديالي، ومعاه واحد التعليق كيقول الحياه غتبدل، يلا يصبرك. دمي سخن. شكون كيعرف التفاصيل ديالنا؟ شكون كيوصل تصاورنا؟ في العشيه ملي دخل وقبل ما يهضر قلت ليه مباشره شكون عطى رقم تليفوني وشكون كيصيفط تصاوري. جاوبني قال لي ما عرفتش، ربما تكون هي. قلت ليه حتى حياتي الشخصيه ولات عندها. سكت، ما قال حتى شي حاجه. هذيك اللحظه خديت تليفوني وصيفط لها ميساج، قلت لها بغيت نهضر معاك وجها لوجه. هي صراحه ما كنتش باغا نسبها ولا بغيت نسمع شي، كنت باغا نسمع وبغيت نفهم. جاوبتني قالت لي انتي ما عندي ما نقول لك. قلت لها بغيت نعرف شنو بغيتي من راجلي.
بدات كتضحك وهي تقول لي هو اللي جا عندي، انا ما قلبتش عليه. قلت لها ماشي مشكل الا خديتيه الله يعاونك معاه. بقيت ساكته، ولكن الداخل ديالي كانت واحد العاصفه كتجرني. من داك النهار كل تصرف وليت كنقراو، كل كلمه كتحمل معنى اخر. ما بقيتش كيف ما كنت، واللي بيناتنا ما بقاش. بديت كنوجد الحياه جديده بلا ما نبكي، ولكن بعقل عامر وقلب مسدود. وهذه كانت القصه ديال اليوم مع زينه ستوريا. هاد السيده مازال ما خداتش قرار، جمعات حوايجها ولكن مازال ما خداتش قرار. اذا كنتو بلاصتها شنو كنتو غادي ديروا؟ خليونا رايكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا باش يوصلكم كل جديد. الى القصه الجايه ان شاء الله.